السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت مريض قولون، اتبع التعليمات ده في الأكل، بخصوص الأكل اللي هناكله إيه، الأكل اللي نبعد عنه إيه، الأكل اللي ممكن نمشي عليه كل فترة إيه. اتبع ال20 نصيحة دول وهترتاح جدًا، جدًا، جدًا. يلا بينا. أول حاجة حابب أقول لك إن كل الأكل ليه رونق وجمال في جميع أشكاله، صحي ومش صحي، لكن الأكل الصحي هو أكتر حاجة تناسبنا طالما إحنا مرضى قولون. يعني هنبعد عن الأكل المسبك خالص. تاني حاجة، العيش الفينو والكايزر وأي حاجة داخل فيها دقيق أبيض لازم نبعد عنها، تمام؟ تالت نصيحة، المكرونة والبيتزا أي حاجة معجنات لازم نبعد عنهم، وممكن نستبدلهم بدقيق جوز الهند هيبقى أخف وأحسن ليك. رابع نصيحة، لو أنت لسه جديد في القولون تبعد عن منتجات الألبان شوية علشان بتبقى تقيلة في هضمها، وهتفضل كل ما تاخد منتجات ألبان تسمع أصوات كركبة في بطنك مجرد إن أنت تدخل منتجات الألبان. حاول الفترة اللي جاية دي تصاحب الجبنة القريش لأن هي صاحبتك الفترة اللي جاية. خامس نصيحة، على عكس المعروف إن النشويات صحية، لكن للأسف كترها معاك هينشف جسمك من المية وهيزود الغازات بتاع البطن شوية وهتعمل معاك إمساك. فأنت لازم تعمل توازن ما بين الأكل المسلوق وبين الأكل المشوي وبين اللي بيتعمل في الفرن، يعني مرة كده ومرة كده. سادس نصيحة وهو إنك تستعمل الرز البسمتي، حلو جدا 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 مع مرضى القولون، ولو جربت تعمله بالبخار هيعجبك جدا جدا وهيريح القولون بتاعك جدا جدا جدا. سابع نصيحة، لو انت ما تقدرش تبعد عن المكرونة خالص، في من المكرونة فري جلوتين تبقى اسمها مكرونة بني وصحية ومتوفرة لكنها غالية شوية. تامن نصيحة، احرصوا على الخضار ثم الخضار ثم الخضار. البروكلي يا جماعة تعود تحبه، الخضار لازم تعمله سوتيه، وحاول تعمله بالبخار برضه هيبقى جميل جدا. تاسع نصيحة، المشروم يا جماعة، المشروم متوفر، حاول تدخله في أكلك وتجيبه فريش مش معلب هيظبط لك كتير جدا جدا في موضوع القولون. عشان نصيحة، السكر خليه معاك من بعيد لبعيد كده، حاول تقلل منه على قد ما تقدر، والحلويات طبعا تقلل منها على قد ما تقدر. نصيحة رقم 11، الفاكهة، خدها قاعدة معاك كده دايما، أي حاجة تنفخ بطنك من الفاكهة أو تملاها حاول تتجنبها على قد ما تقدر. ليه؟ لأنها تتعبك، فخليك في الفاكهة خفيف خفيف كده. نصيحة رقم 12، أكلك لازم يبقى فيه بروتين وخضار وسلطة، ده أساسيات حياتك، وزيت الزيتون بالنسبة لك زي البرفان كده لازم تستعمله على طول في كل أكلك. نصيحة رقم 13، الزبدة اللي هنستعملها تبقى فلاحي أو زبدة نظيفة من مكان نظيف، وتعمل أكلك بيها تقطعها صغير جدا جدا وهتستطعم الأكل بيها وهتتبسط جدا جدا. نصيحة رقم 14، القهوة والنسكافيه والبونجورنو أي حاجة فيها كريمة صناعي هيتعبوك، فحاول تقلل منها او ابعد عنها. وخلي بالك لو انت جديد لسه في القولون هتلاقي الحاجات دي بتتعبك جدا 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 وهتتخض. نصيحه رقم 15، مش هوصيكم ما تملاش بطنك لاخرها، اكلك قسمه على اوقات معينه عشان ما تكبسش بطنك مره واحده. كان زمان تقدر تعمل الكلام ده انما خلاص ما عادش ينفع دلوقتي. نصيحه رقم 16، خلي بالكم اللي جاله قولون عصبي بيبقى مثابة تهذيب وإصلاح ليه لكن بطريقة صعبة وشديدة، بتعلمه الصبر والهدوء والسكينة وبتجبره على ترك كل ما هو مضر للجسم، فما تزعلش. نصيحة رقم 17، اوعى تسمع كلام صاحبك ويقول لك يا عم انت زي الفل تعالى نضرب من هنا ولا من هنا اكل وانت زي الفل ما فيكش حاجة ونتبسط. خلي بالك اكلك اللي انت هتاكله من بره مليون في المية مليان زيوت ودسم وهيتعبك، صاحبك هيروح كويس وانت اللي هتفضل تقاكي لوحدك طول الليل. نصيحة رقم 18، استبدل المشروبات المنبهة زي الشاي والقهوة بالشمر واليانسون والشاي الأخضر بالنعناع مع البابونج. لو عندك ارتجاع بلاش ليمون وبلاش نعناع. نصيحة رقم 19، مشكلة الإمساك هي بتبقى ملازمة دايما مع مريض القولون، مجرد ما تنظم أكلك وتمشي على دايت كويس صدقني هيبقى في ميعاد ثابت لدخولك التواليت، وعلى فكرة دي حتة مهمة جدا جدا عند مريض القولون. نصيحة رقم 20، انسى البقوليات خالص، مش محتاجينها خالص الفترة دي. أفضل نظام لمريض القولون هو الصيام المتقطع، وخليه أسلوب حياتك وتعود عليه لأن هو هيخلي بطنك فاضية، ومش فاضية بس هيحاول يعمل توازن بين النظام الصحي وإنك تتعود على إنك ما تملاش بطنك، وإن ده برضه هيساعدك إن وزنك يقل وهيساعدك كتير جدا 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 في تخفيف أعراض القولون. نصيحة أخيرة، الناس اللي متعودة تاكل وهي واقفة وتقلب الأكل كده وتستعجل في الأكل أكتر ناس عرضة للإصابة بالقولون، فركزوا شوية في صحتكم. بس كده.